دلوقتي هنرسم مع بعض الاوتلاين زي ما احنا عرفناها وحفظناها كتير قوي. طبعا بتبقى عبارة عن كورة وكوباية، بحيث ان هي تعمل شكل بيضة مقلوبة او شكل بيضاوي. وطبعا دي هفضل اقولها دايما مش اساسي، دي بتبقى عبارة عن مرشد ليا بس ان انا بظبط ايدي. وادي الاكس او الخط اللي في النص اللي بيقسم الوش يمين وشمال. قلنا هنا منبت الشعر مثلا، وهنا خط الحواجب يبقى قد لغاية نهاية المناخير، قد نهاية الدقن. معروف من منبت الشعر الحواجب، من الحواجب لغاية نهاية المناخير، من نهاية المناخير لغاية نهاية الدقن 3 مسافات. طبعا احنا حافظين الكلام ده كله ومارسناه كتير اهو. هبدأ بقى احط خط العين. قلنا بين العين والعين عين، فهبدأ بالعين اللي في النص مثلا اللي هي العين. اهو. وقلنا مساحة المناخير هتبقى قد العين اللي في النص. دي فتحة المناخير. طبعا احنا بننسب كل حاجة لبعضها، بنشوف النسب والمقاسات بتاعتنا رايحة فين وجاية منين. كل بورتريه وليه نسب ومقاساته، بس بيشتركوا في الحاجات الواحدة اللي احنا حفظناها. وفي فيديوهات كتير عندي على القناة تقدروا تشوفوها بتخصص بنسب ومقاسات الوش او البورتريه. طبعا دي كلها خطوط اولية انا بس بعملها علشان نظبط ايدينا نشوف. طبعا البورتريه اللي بيرسمه ده بورتريه جميل جدا جدا. اصحاب البشرة السمراء الجميلة اللي نقدر نطلع فيها كل اللي احنا نقدر نعمله حلو جدا. كده تقريبا خلصنا البورتريه. هنا الحواجب زي ما احنا حطينا الخط بتاعها. طبعا احط خطوط مبدئية كده او اولية للتصور بتاع البورتريه بتاعي اهو.
طبعا كل ده وارد جدا يتغير، يتعدل، يروح يجي، يبقى اصغر يبقى اكبر، براحتنا بقى. يعني احنا حطينا بس البيزك الاولاني وبنقيس عليه بعد كده كل حاجة اهو. طبعا الودان معروفة، الودان بتبقى من عند خط الحواجب لغاية نهاية المناخير، حتى لما نيجي نلبس نضارة نلاقيها محطوطة عند الحواجب. البورتريه حلو جدا جدا يعني. طيب دي أول خطوة مبدئيا حطينا. نبدأ بعد كده لو احنا مش محتاجين كل الخطوط اللي احنا شايفينها دي اللي احنا عملناها، ممكن نستغنى عنها عشان ما تلخبطنيش في